ازاي؟ وسط البلد. هنتكلم النهارده على وسط البلد. وسط البلد زمان جاي على ايام زمان، كنت تنزل تقعد على قهوه، تتمشى، تتفرج على مصر بالليل وجمال مصر بالليل. دلوقتي وسط البلد اتحولت لمستنقع للاندر ايدج. من عندك من 13 ومن 14 سنه لحد 21 22 سنه، بس دول احتلوا وسط البلد. يعني هو وصل بيهم الاحتلال لدرجه ان هم طلعوا مصطلحات جديده خاصه بيهم ما بتسمعهاش غير في وسط البلد منهم. يعني انا من فتره كده كنت قاعد في كافيه وفوجئت ان سمعت شتيمه غريبه قوي، يا فلات. فلات دي بتوصف بيها البنت اللي هي من غير اي حاجه، فلات. بس فوجئت ان اكتشفت ان الشتيمه دي بتضايق او بتزعل، بتقمصوا منها. من ضمن الحاجات التانية اللي بنقابلها في وسط البلد مثلا يا فيرجن. خدت سنين في عمري بتكلم مع الناس وبلف في الشوارع، اشتغلت في مرأة، كنت بحاول دايما ان انا اقنع الناس ان شرف البنت مش في عذريتها، شرف البنت في عقلها. بلاش نحكم على كل بنت انت بنت ولا مش بنت. دلوقتي الموضوع اتحول انك بنت دي شتيمه. فعلا انا بشوف ناس يقعدوا يشتموا بعض بكل حاجه في الدنيا، بيشتموا بعض باهاليهم، بيشتموا بعض كل حاجه، ما بيتضايقوش. ومجرد بس ما تقول لها يا فيرجن، انا بفاجئ ان البنت اتحولت وانهارت وطلع لها قرنين وديل وعينيها احمرت وهتطير وتبخ نار. نيجي بقى نتكلم في نقطه تانيه، رمضان في وسط البلد عامل ازاي؟ وسط البلد تمشي فيها في رمضان ما ننزلش المنطقه دي، الناس دي رمضان ما جاش عندهم. رمضان ما عتبش الخط بتاع وسط البلد خالص، عادي الناس ماشيه كله فاطر مفيش اي مشكله. حتى الصايم اللي بينزل بيبقى قليل قوي وماشي في اماكن محدوده، صعب تلاقي صايم في وسط البلد. من ضمن الحاجات الطريفه اللي بسمعها دلوقتي المعاكسات. زمان او في ايام غير رمضان المعاكسات بتبقى ايه يا مز صاروخ وعلى هذا القبيل. ممكن برضو نشوف معاكسات تانية. تمام. في رمضان بقى المعاكسة بتتحول لو اني صايم، لو انت كده خلاص بقى انت كده عكست وما فطرتش. الناس بتربط رمضان دايما بالفترة ما بين السحور والمغرب، ما بين اذان الفجر والمغرب هو ده رمضان. بعد المغرب ما بيقدم انسى، رمضان بلح، ما عندناش الكلام دوت، رمضان ما عتبش المنطقه دي. تلاقي الناس بتتحول وبتشتم اللي هو تلاقي واحد بيكلم صاحبه في التليفون، الو اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، لا 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 الحمد لله، اللهم اني صايم يا جدع. المغرب قدم من هنا، يا اخي ده هنا على ابو ام اللي جابت امك مش تيت، بس كده. حتى العلاقات، يعني تيجي تبص على العلاقه تلاقي واحد بيكلم صاحبته او خطيبته وات ايفر الصبح في وقت الصيام، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي؟ تمام، صليتي؟ طيب تيجي بعد الفطار، ايه يا مزة، ايه الاخبار؟ اللي هو كان بني ادم وبلح. احنا بنقابل حاجات غريبه، مواقف غريبه، ناس غريبه، فعلا ثقافتنا ثقافه عجيبه. احنا شعب متدين مطور جدا بقى. من ضمن الحاجات التانية اللي قابلتها من شباب وسط البلد في رمضان كان صديق ليا صدمني صدمه غريبه قوي، ان هو بيصلي التراويح هو وصاحبته سوا. فاللي هو انا بصيت كل شويه اللي هو ازاي؟ قال لي عادي، انا بروح المسجد بحط الهاند فري في ودني وهي بتحط الهاند فري في ودنها وبنبدا نصلي سوا. ليه يا حبيبي، اختراع دين جديد ولا ايه؟ انهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ في ايه يا جدعان؟ يا جدعان رمضان مش كده وربنا. نطلع من رمضان نخش على العيد اللي بينزل وسط البلد ده 26 يوم 100 مره اكيد. وانت جاي، لو انت جاي من عند دار القضاء فانت هيبقى على يمينك دريم كيدزا، على شمالك دوميستيك واحد. لو انت جاي من ناحيه ميدان العتبه هنعكس،
المهم بتبقى ماشي بتتفرج، درينكز ولا طابور الجمعيه، الناس واقفه عليه توابير، والناحيه التانيه نفس النظام، اللي هو الشعب بقاله 30 يوم صايم عشان بيخزن اليوم ده ازاي يعمل كل حاجه حرام ممكن تتعمل. الحشيش، وما بالك على الحشيش في رمضان. على فكره رمضان مش عادي خالص، مش اي مشكله. لا الحشيش ما بيفطرش يا باشا. لا يا باشا، لا 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 والله العظيم بتتقال لي كده، الخمره نكسه يا باشا وبتنجز بقي 30 يوم، لكن الحشيش لا، الحشيش عادي ما اتحرقت ما بينجزش. وتلاقي عادي اللي هو فطر تمام، اكل الاكل الحلو، ملى التانك، فين سيجاره الحشيش يا ابني؟ اللي هو انت غريب. خلص الكلام. وسط البلد، انا واحد من الناس بعشق المكان ده. يمكن حضرنا فيه حاجات كتير قوي بعد الثوره وقبلها، تعرفنا على الناس كان مستحيل نقابلهم في اي حته غير في وسط البلد. نفسي وسط البلد ترجع وسط البلد حيوانية. كان دايما معروف ان هي مكان المثقفين، الناس اللي فاهمه. لما كنت بنزل زمان كنت بنزل عشان عندي حاجه مش فاهمها فعايز حد يقولها لي، كنت دايما بلاقي اجابات اللي انا عايزها كلها. دلوقتي وسط البلد بقت مقلوبه لاي حد في الدنيا عنده مشاكل، عنده ضغط اسري، بيروح وسط البلد عشان يتفرغ عنها، وللاسف بيفرغوا غلط. رجعونا وسط البلد زي زمان، رجعونا وسط البلد زي ما حبيناها، رجعونا وسط البلد مكان المثقفين، مش مرة واحدة صراحة. شكرا لكم. لو عجبتكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا سبسكرايب ولايك وشير.